السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكل المناسبات السعيدة، ربنا يسعد أوقاتكم ويسعد أيامكم ويرزقكم دايما بالسعادة الدايمة يا رب العالمين. لكل أي مناسبة جميلة طبعا بنحتاج إن احنا نعمل فستان صورة نروح، يعني يا إما نأجر يا إما نشتري حاجات غالية. طب ما تيجوا ناخد جولة كده من سوق الغورية ونشوف الأسعار هناك، يمكن تناسبنا يا جماعة، يمكن نجيب حاجات أنضف من اللي احنا بنأجرها أو نشتريها جاهزة وهنعملها على ايدينا، هنفصلها كمان. في هناك ترزية جامدة جدا يعني على مستوى، يعني انت ممكن تشتري وتسيبي القماش هناك بعد يوم او يومين بتروحي تجيبي فستان جاهز، بصوا احسن من اللي بتجيبيه من بره، وحاجة على مستوى. أسعار مناسبة جدا في رضا الجميع، يعني احنا مصورين الأسعار العالية جدا والأسعار المتوسطة وكمان الأسعار الموجودة قدام المحلات. فيلا بينا نسمي بسم الله ونصلي على سيدنا النبي عشان الفيديو يزداد بركة بيكم. ما تنسوش دعم الفيديو، لايك واشتراك وتفعيل الجرس وكومنت جميل لو عجبكم الفيديو تقولوا لي ايه رأيكم فيه. المكان ده فين يا قمر؟ المكان ده في الغورية. كنت رايحة مع سلفتي كده، كانت بتجهز بناتها، رحت لقيت عالم تاني. لقيت يا جماعة ايه ده، مكان اللهم بارك ما شاء الله لا قوة الا بالله، بجد والله لقيته يعني عالم تالت زي ما بيقولوا. ايه اللي احنا فيه ده؟ وقماشات في منتهى الجمال، وغير بقى اطقم بقى تجهيز العرايس والحاجات دي كلها. برضه اعمل لكم جولة هناك تشوفوا الجمال الموجود هناك والاسعار. بصوا جملة، يعني كده كده انا راح اجهز بنتي مثلا، هجيب 6 قطع او 12 قطعة. بصوا السعر بيبقى يعني اقل من بره بكتير. ايه اللي احنا بنشوفه بره ده انا مش عارفه. المهم تعالوا نشوف القماشات الجميله دي. يعني انا عندي مناسبه جميله، مثلا عندي خطوبه، عندي جواز، الموجود يا جماعه، ورايحين نحضر اي مناسبه. طبعا في ناس كتير بتروح تأجر لبناتها الصغيرين فساتين، بتروح تشتري. طب بقول لكم ايه، طب ما تيجوا نتفرج على القماشات الجميله دي. بصوا في كل حاجه، حتى لو عروسه عايزه تخيط فستان او تفصل فستان من اوله لاخره كده، هتلاقي كل حاجه موجوده هنا. هتفصلي فستانك، بصي مش هتوصلي الاسعار العاليه اللي احنا شوفوا. طبعا بتأجروا الفساتين بالذات، فساتين العرايس دي بتوصل لكام؟ لا عاليه جدا. فهنا بقى موجود معانا كل الأذواق وكل الخامات وكل الأسعار. يعني بصوا أسعار في يعني في تناول الجميع زي ما بيقولوا، والأشكال والألوان كلها موجودة. يعني أنا لو داخلة والألوان المحطوطة دي كلها ما عجبانيش وعايزة لون معين وطلبته منه، ممكن يقول لي السنة جاولك من محل تاني، يعني مش هيقول لي تعالي بكرة ولا بعده، لا ده هو ممكن، لأن هناك بقى يعني يعني مش عارفة أقول لكم إيه، يعني ناس كتير قوي، فممكن يروح يجيبولك من محل جنبه وكل حاجتك موجودة. هتعملي بطانة، هتعملي الشيفونات، كل حاجة بتدخليها هتلاقيها موجودة هناك. والأسعار ما شاء الله. يعني الخامات اللي قدامنا دي مثلا دي عالية شوية في الأسعار، يبدأ من 280 بقى، اللي تحت بقى يعني ما شاء الله. أما الصف ده كله مع بعضه كده من 280. هندخل بعديهم كده بشوية، اللي بعدهم بشوية هيبدأ من 180. يعني ما هو 180 وهنطلع بقى، وفي اللي هيبدأ من 180 وهيطلع، يعني 280 و180. 280 اللي هم اللي بره، اللي بره دي تطريزة عالي طبعا للعرايس والحاجات دي كلها. ما ننساش كمان الستانات. الستانات بصوا بكل خاماتها، لأن الستانات دي خامات، في خامات بتبقى تقيلة، في خامات خفيفة، في خامات بتبقى عاملة زي الفسكوس كده بتمسكيها تلاقيها يعني اتكرمشت. بصوا بكل يعني بكل الجمال اللي فيها، بكل خاماتها موجودة وبكل أسعارها. يعني كل خامة ولها أسعارها، والألوان زي ما انتم شايفين كده اللهم بارك موجودة كلها. وزي ما قلت لو محتاجين لون معين برضو بيجيبوا، ما تقلقوش من أي حاجة. المكان ده في الغورية من بره، يعني من عند نزلة الكوبري على طول كده من بره. يعني انا ما دخلتش وغوطت قوي. الغورية بص عاملة زي البحر، كل ما بتخش وكل ما بتلاقي حاجات جميلة بقى، ويعني من الاخر روعة. هتلاقوا صورة الكارت بإذن الله، هسيبلكوا في أول تعليق الرقم. ولو عجبكم أي حاجة وما عرفتوش توصلوا أي حاجة برضو اكتبولي كومنت، وأنا هوصلكم للمكان ده بنفسي. لو حابين تتعاملوا معاه، أنا والله العظيم كنت بستأذن وبصور، أنا معرفش أي حد، ولكن عجبني الشكل زي ما انتم شايفين القماشات، شايفين الجمال اللهم بارك. يعني في محلات بتختلف، وفي اللي هو بيبقى تطريز خرز
في اللي بيبقى تطريز منه، في شغل منه، في كده هو مش خرز بس تحسيه عامل زي الخرز برضو. الخامات بتختلف. هنا برضو دوت عامل 180. وفي كل ما بتخش محل ممكن تلاقيه بيزود 10، ممكن تلاقيه بينزل 10 كده يعني. مش في كل المحلات يعني بتلاقيها مساوية بعض، بس يعني نشتري من محل يكون ثقة. طبعا هنا جملة. ده برضو محل ستان تاني، عجبني برضو، يعني في حاجات مختلفة شوية وخامات مختلفة، فقلت اصوره لكم. هنا ده يعتبر من بره، يعتبر ده يعني اللي بيبقى محطوط من بره في الشارع يعني. بص هو يعني شغله مش عارفة، حاسة لو انا ماشية كده هيقع. ما احنا خلينا نتكلم برضو في الحاجة اللي بتفيد والحاجة اللي مش بتفيد يعني برضو نعرفها. هنا يعني ممكن تلاقوا ب75 جنيه المتر عادي، وفي متر بيوصل 50 جنيه. بس افتكروا انا بقول لكم في حاجة بيبقى تمنها فيها. انتوا شفت ابو 280 وشفت ابو 180، شوف وهنا بيتعرض ب75 جنيه وبيتعرض ب50 جنيه، في 45 جنيه. اه والله العظيم لسه بقى اوريكم حاجة ب1000 جنيه متر، مش لفة قماش زي ما انتوا شايفين، احنا بنتكلم على المتر. ما قلتلكوا ان هنا في تراضي، يعني مش هنروح بقى نلاقي كله غالي، لا ده هنا في كل الاذواق وفي كل يعني ال الاسعار والمقاسات زي ما انتوا عايزين يا جماعه. بصوا هنا الشغل دوت عايز شغل يوم واحد وحلو كده كفايه، يا اما هلبسه مش هغسله وانا ماشيه بيبقى ماشيه زي الموميا كده، مش هتحرك يمين ولا شمال. يعني كل الأسعار موجودة، ممكن نلاقي كمان ناس فرشة في الأرض بره، بس انتبهوا إن القماش احنا هنا كنا بنصور جزء من بره، قلت أوريهولكوا برضو زي ما قلت لكم عاملين جولة لكل الأسعار، مش رايحين نصور مكان معين يا جماعة. يلا بقى اللي محطش لايك يدعمني كده بلايك ويقول لي ايه رأيه في الفيديو. بحبكم في الله كتير يا أحلى اخوات. هنا بقى دخلنا بقى على التقيل، التقيل اللي ملوش حل، بس زي ما بنقول كده الحاجة الغالية تمنها فيها، ما تستغربوش. بس برضو احنا مالنا ومال الكلام ده، بس يلا زي ايه ما بنقول كل مرة شعار الفيديو ايه، اما بنخش على حاجة تقيلة زي كده بنقول ايه؟ خد فكرة ومش مهم تشتري بكرة، اتفرج وخلاص يا عم، انت هتدفع حاجة؟ اتفرج. اسعار هنا يعني تبدأ من 900 بقى، وانتوا طالعين تبدأ من 900 جنيه. يعني ايه متر قماش يبدأ من 900 جنيه؟ اللهم بارك. بس عايزة اقول لكم ان زي ما انتم شايفين كده، نتفرج يا جماعة، نتفرج يا جماعة. يعني ما يعني ملناش نفس نتفرج. ده بقى حاجة منها فيها غسيل ولبس ومكوى زي ما بيقولوا. بصوا يعني اللهم بارك ما شاء الله لا قوة الا بالله. انا بقوله ب1000 جنيه متأكد؟ يقول لي اه ب1000. بقوله في زبائن قال لي انت بتقولي ايه؟ يعني محل زي ده بيدفع ايجار يعني الشيء الفلاني وفاتحين عشان نفرج الناس بس؟ طبعا ده احنا عندنا زبائن على مستوى كمان. وفعلا بس حاجة يعني بجد شغل فاخر من الآخر زي ما بيقولوا. وألوان جميلة بقى، وبرضه لو في لون مش هتلاقوه ده لو هتشتروا يعني هيجيبهولكم ما تقلقوش. انتوا عارفين انا عشان اصور المحل ده الغالي ده انا قعدت والله العظيم يمكن دخلت صورت الحاجات دي كلها ورجعت صورت عنده هو اخر حاجة. والله زي ما بقول لكم، وما شاء الله الجمهور نازل اهو، مفيش حد بيقول فيه غلاء اسعار ولا لا، والله هم في ناس بتشتري برضه. اللهم بارك وربنا يرزق الناس كلها يا رب. ويا رب الفيديو يكون عجبكم بقى وتقولي لي برضه ايه رأيكم فيه. طبعا زي ما قلت لكم ان احنا مصورين حاجات كتير، وكمان في اللي هو اطقم سراير المجد والاسعار اللي انتوا عاوزينها برضه هتلاقوها. وكمان في ستاير للبلكونة، في كل حاجة موجودة في المكان ده. احنا بنتكلم على حاجات انا صورتها وفي حاجات بإذن الله